اهلا بيكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده عبارة عن وحدة سهلة جدا وبسيطة جدا، نقدر نشكل منها ونعمل منها مشاريع كروشيه كتيرة جدا. تابعوني للآخر عشان تعرفوا ايه هي المشاريع اللي ممكن نعملها بالوحدة دي. مكونة من 3 سطور. يلا بينا نشوف الأدوات والطريقة. هستخدم خيط إليس كوتون جولد، وده للشرح. الخيط رقمه 98، هشتغل معاه بإبرة رقم 3. وطبعا هحتاج ستيتش ماركر، وهحتاج إبرة التشطيب بتاعتي، وهحتاج مزورة علشان أعرف قياس الوحدة قد إيه. علشان نبتدي الوحدة، عندك إن انتي تعملي يا إما الدايرة السحرية يا إما 5 سلاسل وتقفليهم بمنزلقة، وده على حسب انتي بترتاحي في أي شغل، الدايرة السحرية أو السلاسل. هنعمل الدايرة السحرية وهعمل ارتفاع 3 سلاسل، وهدخل جوه الدايرة السحرية واعمل 24 غرزة عمود بلفة. هنا لو انا حسبت السلاسل التلاتة من ضمن الارتفاع، يبقى هشتغل 23 عمود بلفة، بالإضافة لل3 سلسلة اللي هي هتبقى العمود رقم 24. هكمل 24 عمود بلفة وارجع لكم نشوف هننهي الدايرة ازاي، وهننهي السطر الاولاني والدور الاولاني ازاي، ونكمل بعد كده. انا كده خلصت 24 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. هشد الخيط بتاعي للآخر علشان اقفل الدايرة، وهقفل في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع علشان هي دي اول عمود عندي. هقفلها بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. في عندكم اكتر من اختيار، ان انا اسيبها تبقى مفرغة زي كده، وفي ان انا اضيقها للاخر، ان انا اشد الخيط بتاعي وتبقى مضمومة ومقفولة زي كده. الدور التاني هنرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود، وبعدين هعمل مسافة سلسلة. بعد كده هلف الخيط على الإبرة، وفي كل غرزة هدخل أعمل عمود بلفة سلسلة مسافة. يعني هدخل هنا في العمود التاني أعمل غرزة عمود بلفة وأعمل مسافة سلسلة، ألف الخيط على الإبرة، أدخل في الغرزة اللي بعدها أعمل عمود بلفة ومسافة سلسلة، ألف الخيط على الإبرة، أدخل في الغرزة اللي بعدها أعمل عمود بلفة ومسافة سلسلة. ده هيكون التكرار بتاعي داير ما يدور. هيبقى عندي العدد كله 24 غرزة عمود و24 مسافة سلسلة. هكمل وارجع لكم. كده أنا وصلت لنهاية الدور التاني وعملت 24 عمود و24 مسافة سلسلة. هقفل في السلسلة التالتة بغرزة منزلقة علشان أقفل الدور وابتدي في الدور التالت والأخير. طبعا بالنسبة للمبتدئات ممكن يحطوا ستيتش ماركر في الغرزة رقم 3 علشان لو هي ضيقة أو شغلهم ضيق تبقى بالنسبة لهم سهلة. عشان نبتدي الدور التالت هنعمل غرزة منزلقة في أول فراغ سلسلة، وبعدين نرتفع 3 سلسلة اللي هي كأول عمود. هلف الخيط على الإبرة وفي نفس الفراغ هشتغل عمود بس من غير ما أكمله. هيبقى عندي حلقتين على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل 2 عمود من غير ما أكملهم. أول واحد ألف الخيط على الإبرة في نفس الفراغ، أدخل وأعمل عمود وما أكملوش. هيبقى عندي 4 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم بالشكل ده كده. بعد كده هعمل 4 سلاسل مسافة بالشكل ده كده، ألف الخيط على الإبرة، وفي الفراغ اللي بعده
هعمل 2 عمود من غير ما اكملهم بالشكل ده كده. بعد كده هلف الخيط على الابرة، ادخل في الفراغ اللي بعده، اعمل 2 عمود بلفة من غير ما اكملهم. هنا هيبقى عندي 5 لفات على الابرة علشان انا اوريدي واخدة حلقة من الغرزة اللي قبل كده. هلف الخيط واخرج منهم كلهم بالشكل ده كده، واعمل مسافة 4 سلسلة في الخيط على الابرة. هيبقى ده تكراري ان انا بشتغل في فراغين، في كل فراغ 2 عمود من غير ما اكملهم. لفيت الخيط على الابرة، ادخل في الفراغ الجديد واعمل غرزتين عمود من غير ما اكملهم. بعد كده الف الخيط، ادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزتين عمود من غير ما اكملهم. هيبقى عندي هنا 5 حلقات على الابرة. الف الخيط واسحب منهم كلهم، وبعدين اعمل 4 سلسلة مسافة. ده هيبقى التكرار بتاعي. هكمل بقية الدور وارجع لكم. هنا خلصت الدور الثالث والاخير، وعشان تتأكدي ان شغلك مظبوط وانتي ماشية التكرار صح، هتلاقي ان فاضل لك فراغين هما اللي هتكرري فيهم العمودين من غير ما تكمليهم، ادي واحدة، والفراغ التاني عمودين من غير ما تكمليهم التانية. تلفي الخيط وتقفلي وتسحبي منهم كلهم، بعدين تعملي هنا في اخر واحدة 3 سلسلة ومسافة كافية. هقص الخيط علشان هنهيه بشكل مختلف. هنا هسحب الخيط بالشكل ده كده، اجيب ابرة التنظيف بتاعتي او ابرة التشطيب، هلضم الابرة بالشكل ده كده، وهدخل في حرف الفي اللي قافل المجموعة هنا، واسحب الخيط بدون ما اشدها جامد بالشكل ده كده، بحيث انها تديني شكل السلسلة، وادخل من نفس السلسلة اللي انا خرجت منها علشان اكون السلسلة الرابعة، واقفل من غير ما يبقى فيه فواصل او حاجة متعقدة لو انا بأمن الشغل بتاعي. وبعد كده بقلب القطعة بتاعتي او الوحدة بتاعتي، وببدأ ادخل ما بين الغرز بحيث ان انا اشطب الخيط بتاعي. هشطب الخيوط بتاعتي وارجع لكم. هنا بعد ما شطبت القطعة، ده شكلها وده الظهر بتاعها. طبعا انتوا هنا لما بتيجي تشدوا بتدخلوا الخيط وتلفوه دايرين داير جوه الغرز. عايزين نعرف القطعة قد ايه، مقاسها قد ايه. هنا بالتقريب كده هي 8 سنتي. اهم حاجة تتمرنوا على شغلها كويس جدا، علشان الفيديو الجاي هيبقى فيه فكرة حلوة قوي ليها. استنوا الفيديو الجاي وتابعوني. اتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط وشرحه واضح. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.